عايز تبوظ فتيس عربيتك بايدك؟ بسيطه، امشي ورا المعلومه اللي بتقول لك زيت الفتيس ما بيتغير. ما هو الزيت ده مش سحر، بيتحرق ويتوسخ ويتكسر زيه زي زيت الموتور. والكارثه انه لما بيتساب فتره طويله بيبدا يبوظ السولينويدز والديفرنشال وحاجات كتير جوه الفتيس. طب ايه اللي الناس بتخاف منه؟ انهم يغيروا زيت الفتيس فجاه يلاقوا الفتيس ضرب. بس السؤال الصح، الزيت هو السبب ولا هو كان بيستحمل بالعافيه وهو مش نضيف او في رايش ووسخ؟ ما تستناش لما الزيت يبقى اسود وفيه رايش ويبدا تغييره في ميعاده ومع نوع كويس ومعروف، واهم حاجه المواصفه الصح. والفيصل انك تاخد عينه من زيت الفتيس القديم وتبدا تشوف نسبة الرايش فيها وتبدأ تحللها وتشوف ينفع غير زيت الفتيس ولا لا. حافظ على فتيس عربيتك، ده تمنه أغلى من نص تمن العربية. ولو حابب أشرح لك أنواع زيوت الفتيس المختلفة اكتب لي في الكومنتات، واستنوا الفيديو الجاي إن شاء الله. كان معاكم المش مهندس، ودي نصيحة زيت الفتيس.